أهلا بيكم في بودكاست توكن تنت، المكان اللي بنتشارك فيه مشاعرنا الحقيقية ببساطة بدون أي تزييف. بنحكي لبعض عن اللي جوانا وعن اللي بنعدي بيه، وبنحاول نلاقي طريق يساعدنا نفهم نفسنا أكتر، وكمان بنحاول نفهم الحياة حوالينا بطريقة أهدى وأقرب لينا. حلقة النهاردة مختلفة شوية لأنها عن شعور ناس كتير بتعيشه بس مش بتعرف تحكيه، عن إحساس اللي بين البنين، مش هنا ومش هناك، عن ناس اتربت في مكان ورجعت تكمل حياتها في مكان تاني، عن مميزات التجربة وعيوبها، عن العلاقات، التعليم، التكوين النفسي، ايه اللي يخلي حد يسافر وحد يفضل، هل في غربة جوه البلد ولا عشان يحسها لازم يكون مسافر برا البلد، وكمان عن انتقادات المجتمع اللي اتربى برا البلد وليه دايما شايفينه مختلف. الحلقة النهاردة عن أكتر حاجة عامة، وهي زي ما قلت في المقدمة إنك اتربيت في مكان ورحت كملت تعليمك أو شغلك في مكان تاني، لكن في حالة خاصة عايزة بس نحاول نتخيل الوضع فيها بيبقى عامل إزاي، وهي إن أنت اتربيت وسط أسرتك البسيطة الصغيرة في بلد غير بلدك، وبعدين عشان تكمل تعليمك أو شغلك رجعت تاني لبلدك، فأنت من صغرك متعود إن أنت علاقتك بأهلك كعيلة كبيرة هي عبارة عن زيارات بسيطة ومكالمات معظم الوقت، لكن مفيش علاقة قوية أو حقيقية موجودة. علاقتك القوية والحقيقية كانت مع أسرتك الصغيرة، وبعدين فجأة سبتهم ورجعت بلدك عشان تكمل تعليمك أو شغلك. ما بقاش عندك هنا الأسرة اللي علاقتك بيهم قوية، ولا عندك العيلة برضو ضعيفة أو على قد مكالمات كده في المناسبات وخلاص. أسرتك الصغيرة دي هي أكتر علاقة حقيقية وقوية جدا في حياتك، وعلاقتكم بتبقى قريبة جدا من بعض. مش معنى إن الظروف أو القدر كتبولنا الشكل ده من الحياة إن إحنا مثلا أسرة مفككة، أو إن إحنا قلبنا مش على بعض أو مش موجودين في حياة بعض. دي ملحوظة كده كنت محتاجة أقولها في الأول، وبعد كده هدخل في الحلقة. أكتر حاجة بتلخص التجربة ما بين إنك تكون عايش في بلد وتروح تكمل تعليمك أو شغلك في بلد تانية، هي إن الشخص ده بيبقى دايما حاسس إن هو شايل حتة من المكان اللي اتربى فيه، وبيحاول يفهم إزاي يحطها جنب المكان اللي هو عايش فيه دلوقتي. الإحساس ده مش سهل، إنك بتبقى متعود على إيقاع معين، على نظام، على شكل في الحياة معين، وبعد كده ترجع تلاقي كل حاجة مختلفة. التعامل، التفكير، العلاقات، حتى تفاصيل يومك. انت بعد التجربة دي بتبقى غريب في بلدك وفي البلد التانية. العلاقات الاجتماعية مثلا بتبقى عاملة ازاي؟ بتبقى في الغالب في مكان علاقات هادية، فيها مسافة صحية، ناس بتحترم حدودك، الصوت أهدى، الكلام أقل، الخصوصية جزء مهم جدا في التعامل. لكن في المكان التاني العلاقات ممكن تبقى أقرب، ممكن يبقى الصوت أعلى، السؤال المباشر هو علامة حب، والتدخل في التفاصيل هي علامة الاهتمام. اللي اتربى في المكان الأولاني الهادي ده لما يدخل في المكان التاني بيتصدم، بيحس إن فيه هجوم، بيحس إن فيه زحمة، يبدأ يسأل هو أنا غريب ولا أنا اللي اتغيرت ولا في إيه. اللي اتربى في التاني لما يعيش في الأولاني بيحس إن الناس بعاد عن بعض، علاقتهم رسمية أكتر، باردة أكتر، كأن المشاعر مستخبية. التعليم مثلا بيلعب دور مهم جدا. لو انت في مكان تعليم فيه مبني على النظام والهدوء، الشرح، التزام بالمواعيد، الإبداع في طريقة التفكير، قبولك كشخص بغض النظر عن الدرجات اللي انت بتجيبها أو عن النتائج اللي انت بتحصل عليها، هو بيتعامل معاك كشخص زيك زي أي حد موجود، مفيش تمييز ما بين حد جايب درجة كويسة وما بين حد جايب درجة أقل. وما بين مكان تاني التعليم فيه حركة أكتر، فيه اختلاط أكتر، فيه ضغط أكتر، فيه يمكن مرونة أو فهلوة أكتر. النتيجة إن الشخص اللي بيتنقل من بيئة لبيئة بيحس إن جواه نسختين مش شبه بعض، نسخة اتعودت على الهدوء، ونسخة لازم تتعامل وسط دوشة واتصالات كتير واحتكاك أكبر وفهلوة وتشغيل دماغ. ده بيخلق شخصية مركبة، هي مش غريبة لكن أعمق شوية من الشخصية اللي بتكون اتعودت على نظام واحد في الحياة. إيه مميزات التجربة دي؟ اللي عاش في مكانين أو جرب مكانين في حياته وقعد فيهم مدة طويلة يعني عنده قدرة على التأقلم كبيرة جدا، قدرة على التغيير وتقبل إن هو ما يتعلقش بالأماكن كبيرة جدا. بيعرف يقرأ الناس أسرع لأنه بيبقى شاف ناس كتير، بيحترم الاختلاف وبيقدر يقبله ويتعامل معاه كويس. عنده مرونة في التفكير لأن أيا كان السكة اللي هناخدها أكيد هتوصلنا في الآخر. عنده مساحة داخلية واسعة لأنه شاف الدنيا من كذا زاوية، وكمان صلابة نفسية كبيرة لأنه مر بحاجات لوحده محدش كان معاه فيها، وقدر بفضل الله إن هو يعدي منها ويتعامل معاها كويس.
فبقى عنده صلابة ناحية الصدمات أعلى شوية. طب إيه عيوب التجربة دي؟ بيحس دايمًا إن هو مش منتمي لأي مكان، ساعات بيتوه ما بين النظام والعشوائية، وساعات بيحس إنه محتاج يبرر نفسه لإنه طول الوقت حاسس إنه مختلف عن الناس، بقى مختلف عن أهل بلده اللي سابهم سنين وعاش برّه، وكده كده هو مختلف عن الناس اللي عاش معاهم برّه لإنه جاي من بيئة تانية، يعني بيحس إن هو مش مفهوم مهما حاول يشرح نفسه. طب ليه في ناس بتقرر إن هي تسافر أو بتسعى إنها تسافر وفي ناس بتقرر أو بتسعى إن هي تفضل؟ السفر عمومًا مش شجاعة، وفي المقابل البقاء مش ضعف، دي اختيارات. في ناس بتسافر عشان بتدور على فرص أحسن أو تعليم أحسن أو استقرار أحسن أو تجربة جديدة. في ناس بتفضل علشان عندها ارتباطات هنا أو مسؤوليات أو جذور، اتعود على المكان واتعلق بيه، عنده راحة نفسية هنا، هو مستقر هنا أكتر. الاتنين صح، وكل واحد بيعيش شكل من أشكال الغربة. إيه ده، هو في حاجة اسمها غربة جوه البلد؟ آه، الغربة ساعات ما بتكونش ليها علاقة بالمسافات. الغربة إنك تبقى وسط أهلك وسط الناس القريبين منك لكن حاسس إن أنت غريب عنهم، مش لاقي نفسك زيهم. الغربة بتحصل لما تفكيرك بيختلف، لما قيمك تتشكل بطريقة تانية، لما تحاول تغير إيقاع حياتك ويكون مختلف عن إيقاع حياة الناس اللي حواليك. هنرجع تاني للشخص اللي كان عايش في بلد وسافر بلد تانية ورجع تاني أو اضطر إن هو يسافر ما بين البلدين. إيه مشكلته إن هو مثلا مش عارف يشرح نفسه أو يبرر نفسه؟ طب ما عادي، مش مشكلة، مش لازم يشرح ومش لازم يبرر. الفكرة إن هو بيتعرض لانتقادات من المجتمع اللي حواليه بشكل كبير جدا ومستمر وملهاش أي تفسير أو مبرر. هما دايما شايفينه إن هو هادي بزيادة، رسمي شوية، مش بيحب الدوشة، بيحب الخصوصية وبيحترمها. ممكن يبقوا شايفينه متكبر أو شايف نفسه، وهو في الحقيقة مش كده، هو بس اتشكل في بيئة كانت بتركز على الهدوء واحترام الخصوصية وقلة الكلام أكتر من أي حاجة تانية. لكن لأن ده مختلف الناس دايمًا بتفسّره غلط، ده غير طبعًا إن في مجموعة من الناس بتبقى شايفة إن اللي عايش بعيد عن أهله هو أكيد خاربها، أكيد بيعمل كل حاجة غلط في الدنيا لإن ما حدش شايفه، أو على العكس تمامًا بيبقوا شايفينه إن هو مُعقّد أوي وملتزم أوي وواخد جنب كده وعايز حياته تمشي بشكل معيّن متديّن أكتر وهكذا. طب إزاي نتعامل مع الاختلافات اللي بنحس بيها دي؟ أول حاجة تفهم إن اختلافك ده طبيعي، أنت ممكن تحس بيه وأنت جوه البلد عادي زي ما قلنا. تاني حاجة مع الوقت ومع الاحتكاك هتبقى فاهم طريقة الكلام مع الناس في البلد الجديدة دي أو إزاي ترجع تتعامل معاهم بالشكل اللي يقبلوه ويناسبهم، بس في نفس الوقت ما تغيرش من طبيعتك. واللي هو تالت وأهم حاجة تحافظ على اللي اتربيت عليه، مش علشان انت متمسك بالماضي ولا بذكرياتك، لكن لأن الحاجات اللي اتربيت عليها دي هي دي جزء من هويتك، جزء من اللي خلاك انت النهاردة. ولازم تبقى فاهم ان انت تقدر تستفيد من التجربة اللي حصلت دي استفادة عظيمة جدا، انك تقدر تجمع ما بين الهدوء والمرونة، ما بين الالتزام وما بين العلاقات وإزاي أوسّع علاقاتي وانتشر إنك تجمع كمان ما بين النظام والذكاء الاجتماعي. لو أنت شخص روتيني مثلًا أو شخص بيحب يكون عنده دايرة بسيطة جدًا، لكن لمّا بتتعلم تجمع ما بين الجانب ده مع جانب إنك تقدر تتعامل مع ناس أكتر مختلفين عنك أكتر بذكاء أكتر، ده بيدّيك أفضل حاجة ممكن تطلع بيها من التجربة دي، إنك تقبل إنك مختلف، مش لازم تبقى نسخة من حد، الاختلاف ده لوحده ثروة كبيرة، ده اللي بيميزك. واعمل دايرة تكون بتفهمك، ناس يكونوا عاشوا زيك أو ناس عايزة تفهمك ومهتمة إن هي تكون معاك، وفكر نفسك دايما بالقيم اللي بتحركك والحاجات المهمة اللي اتربيت عليها، واستفيد من إنك شايف الدنيا بطريقة غير اللي الناس اللي حواليك شايفينها بيها، جواك حاجة أكبر من المكان اللي انت فيه. وفي النهاية كل واحد فينا عنده حكايته مع الغربة، سواء كانت غربة سفر أو إحساس بالغربة حتى هو وبين أهله. الفكرة مش إننا نثبت إحنا مين، لكن نفهم إحنا بقينا إيه، إزاي نعيش بسلام مع النسخ المختلفة اللي جوانا. قولولي إيه أكتر إحساس بيفكركوا بفكرة الغربة، واكتبولي تجاربكم وأسئلتكم، يمكن تكون سبب إن حد تاني يحس إنه مش لوحده. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع أكتر حد ممكن يهمه الكلام ده، وأشوفكم الحلقة الجاية. سلام.